تسويق من نوع خاص. كان بطله أسطورة برشلونة ليونيل ميسي بعدما حطم رقم أسطورة بلاد السامبا الجوهرة بيليه، وتجاوزه في عدد الأهداف التي سجلها بقميص ناد واحد. شركة بيدويزر للمشروبات الكحولية استغلت كسر ليونيل لهذا الإنجاز للترويج لمنتجاتها، بعدما أن قامت بإرسال زجاجة خمر لكل حارس تلقى هدفا من البرغوث الأرجنتينيك من بين 644 هدفا التي سجلها الأرجنتيني مع برشلونة. زجاجة الخمر هذه حملت أرقام أهداف ميسي بالترتيب، وأرسلت الشركة لكل حارس صندوقا يحمل زجاجة أو أكثر تحمل أرقام الأهداف التي تلقاها. وبعدما تلقوا حراس المرمى هداياهم، نشر أكثرهم صورة له مع الصندوق والزجاجات التي تحمل رقم الأهداف التي سجلت في الشباك. وكان أبرزهم الحارس جيالويجي بوفون الذي حصل على زجاجتين بالرقم 514 و515، ووجه رسالة لبولغا قائلا: شكرا على المشروب، سأعتبرها مجاملة، لدينا معارك كبيرة على مر السنين، تهانينا على تحطيم الرقم القياسي، إنه حقا إنجاز لا يصدق، في صحتك. ليأتي الدور على حارس أتلتيكو مدريد يان أوبلاك الذي تلقى 11 زجاجة من المشروب، وعلق قائلا: تهانينا على وصولك ل 644 هدفا يا ليو. أنا لا أحب المدح، ولكن تحديك أخرج أفضل ما عندي كحارس مرمى، شكرا لك على هذه الهدية الخاصة. كما حصل حارس تشيلسي كيبا على زجاجتين فقط بعد أن تلقى هدفين من ميسي عندما كان حارسا لأتلتيكو بلباو، وعلق ساخرا: زجاجتان فقط، شكرا للرب. الجدير بالذكر أن التعليقات الساخرة من حارسي ريال مدريد إيكر كاسياس وتيبو كورتوا كانت الشيء الأكثر تداولا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تلقى كاسياس 17 هدفا من ميسي وتيبو كورتوا 9 أهداف. أما نصيب الأسد من الزجاجات كان لصالح حارس فالنسيا السابق دييغو ألفيس الذي تلقت شباكه 21 هدفا من الأسطورة الأرجنتينية.